السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بقى الكشري المصري، مش الكشري الاسكندراني، في اختلاف طبعا. هبقى انزل لكم بيه ان شاء الله برضو. هنا دي مكوناتي. دي بقى ايه؟ المكرونه العقل الصغيره، دي اساسي. والمكرونه اللي هي الاسباجيتي، طبعا بنقسمها على 3 علشان ما تبقاش طويله كده في المعلقه، احنا بناكل بالمعلقه مش بالشوكه، الكشري بالاخص. ودي مكرونه فرن او اقلام على حسب ما انت ما بتقولي، او بنه على حسب ما انت ما بتقولي. دي اختياري على فكره، انا اضطريت احطها عشان حد طلبها مني يعني. ودي شعريه هتتحط مع الرز. انا حاطه مج كبير رز، مج ونص كده، مش عايزه رز كتير بس انا هكتر الشعريه. هحط كيس الشعريه كله. بحب تملي في الكشري الشعريه تكون اكتر من الرز. ماشي. وهنا العدس بتاعي ده كله انا هسلقه كله مع بعضه. حلو. هاخد منه الجزء بتاع الكشري والباقي هحطه في الفريزر. لما عاوز بقى اطلعه من الفريزر اعمل عدس بجبه، هيبقى سهل جدا ان اخده واحطه في الطماطم على طول. وهعمل كمان الفلفل بالصلصه. طبعا هو الفلفل بارد، فانا هعمل فلفل بالصلصه واحط له خل وكل حاجه وثوم، هيبقى حرش وتحفه. وهعمل البصل كمان هقطعه جوانح او شرايح على حسب ما انت حابه تقولي. وبعدين بحط نشا عليه عشان يطلع ايه؟ قرموش كده وقمر. ماشي. وهنعمل مع بعض كل حاجه خطوه بخطوه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باحلى لايك واحلى اشتراك للي ما اشتركش وكومنت تحفيزي ليا. طبعا ده العدس اهو على النار، انا حاطاه عشان يتسلق. طبعا اتغسل الاول، غسلته الاول كويس جدا واحطه عشان يتسلق. وقشرت البصل اهو، وهبتدي ايه؟ هبتدي اقطعه. بقطعه ازاي بقى عشان يبقى سهل يتقطع معاكي شرايح وما تفضلش البصله تروح وتيجي معاكي؟ بقطع كده بالنص، وباخد ايه كده، وبرفع على قد ما اقدر ارفعها خالص. هقطع كل كميه البصل بالطريقه دي وتفتحيها من بعضها. بصوا هي، بصوا السمك بتاعها مش تخين، تبان وانا بقطعها تخينه لكن هو اصلا السمك بتاعها رفيع جدا. انتي بقى تطلعيها من بعضها كده خالص خالص، عشان لما تيجي تتحمر في الزيت، البصل يتحمر في الزيت بيطلع مقرمش، ما يطلعش لازق في بعضه، ما يبقاش طري كمان. والنشا على فكره عايزاكي تجربيه، هيبقى حلو جدا جدا مع البصل. وهتعمليه كده على طول. للبصاره طبيعي معروف، في البصاره بيتحط على الوش بصل. والكشك اللي بيحب الكشك طبعا. وللبتاع دوت، وللكشري، الكشري ده اساسي. وعايزه اقول لكم احنا عندنا هنا بنحب البصل جدا على وش الكشري. والحاجه اللي مش موجوده في الكشري اللي ناقصه، الحاجه الوحيده اللي هي الحمص. طبعا احنا عندنا ولادي كلهم ما بياكلوش الحمص مع الكشري، مفيش انا وباباهم. فببص يمين شمال ما لقيتش فيه حمص، قلت يلا مش مشكله، ما كده كده ولادي ايه ما بيحبوش الحمص، فعملتش حمص بقى ايه مع مع الكشري، مع انه يبقى اساسي يعني. حتى بيخلي شكل كمان الطبق حلو، كمان كله فوائد. كده انا خلصت ايه، عملت واحده ووريتكم ازاي بفردها من بعضها خالص خالص. وبعدين هحطها في مصفى واحط عليها النشا وانطرهم كده بحيث ان متبقاش لازقه في بعضها. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بهدلت الدنيا احيا على اسماء وسنينها. بس طلعت النشا كله بره. كله هيتمسح، كله هيتمسح. بصوا بهدلت الدنيا. اسماء دي غريبه. طبعا انا عملت كده البصل كله بنفس الطريقه دي. ولو حابه تحطي كمان معلقه دقيق ممكن تحطي دقيق، في بيحطوا دقيق بس وفي بيحطوا نشا بس، في بيحطوا دقيق مع نشا. اهو هحط بقيه الباكو عشان خاطر برضو ايه يقرمش معايا. والله طلع قرموش خالص خالص خالص، طلع حلو قوي. بصوا بقى انا هنا حمرت الشعريه عشان كنت عايزه اعمل الرز طبعا. بصوا الشعريه اتحمرت بقى لونها ذهبي، اللون الجميل ده. غسلت الرز طبعا وهحط الرز عليه على طول، اديله تقليبه كده، بعدين احط الميه عليه واسيبه يستوي مع نفسه. يمكن قبل كده قلت لكم زمان كنت بفكر لما بحط الميه بارده بيعجن الرز، لقيته لا عادي، يعني هديله تقليبه واحط كميه الميه اللي هي غطت الرز، طالعه والله في منتهى الجمال. وحبايه، بس كل حبايه لوحدها، مش معجن ومثلا مش مستوي، لا مستوي كويس جدا واخر طعامه يعني. وهنا دخلنا بقى هنعمل ايه. هنا سلقنا العدس. وعايزه اقول لك حاجه، معلومه مهمه جدا، لما بتسلقي العدس لازم تشطفيه. عملتيه عدس بجبه يعني بالصلصه بالطماطم لازم يتشطف، عملتيه على الكشري لازم يتشطف، الميه بتاعته بتاعت الغليان دي مش حلوه، فبلاش منها يعني. والفلفل قطعته وحطه على النار اهو.
هديله تقليبه، وبعد ما احس ان هو دخل في القليان شويه كده، عشان هو بس الفلفل اللي انتوا عارفين ده بيبقى شارب ميه اصلا ياما قوي، وتحس ان هو بيغيب قوي في القليه. حطيت انا الثوم في الربع الاخير من سوى الفلفل عشان الثوم ما يتحرقش. يمكن كل مره بقول نفس المعلومه دي، ما تحطش الثوم مع الفلفل لان الثوم هيتحرق اسرع من الفلفل. يبقى احنا نخلي الثوم ياخد تقليبه الاول، سوري الفلفل ياخد تقليبه الاول، بعدين بنحط معلقه الثوم. كده احنا قلبناه على بعض، وبعد ما يبتدي خلاص يدخل في التسويه ويبقى لونه ذهبي الثوم، بنحط الطماطم عليه. يبقى كده خلصنا من ايه كمان؟ خلصنا من الفلفل بالصلصه. حلو كده، حلو كده. دي حلت ايه بقى؟ الحله دي بتاعت الدقه. الدقه زي بتاعت بره بالظبط، بس كانت ناقصها الكمون. بيني وبينكم ما كانش عندي كمون. نسيت. خلاص امبارح وما جبتش. بحط الثوم، واحط ملح، وبحط كمون، وبحط ايه، وبحط شطه. طبعا هخلي الدقه دي اهي، بص الشطه اهي. انا الدقه دي بالذات بخليها حاميه قوي. دي الايه على حسب ما اللي عايز ياكل حامي، يعني احنا عندنا في بياكلوا حامي، في بياكلوش حامي خالص. والفلفل بالصلصه بما انه هو بارد خالص خالص، حطيت يا دوبك شعره ايه شطه كده، حبه صغيره خالص، بحيث ان برضو يبقى طعم وطعمه حلو. بص هي الدقه دي بتعتمد على الخل. تسيبيها بقى على النار، عايزاكي تجربي الخطوه دي، تسيبيها على النار تغلي، شمي بقى الريحه، الخل مع الثوم مع الكمون مع الحاجه بتاعته التوابل، ريحه الدقه تحفه. وبجد هتاكلي مش طبق طبقين كشري. حطيت برضو حبه خل على الفلفل. اول ما لقيته خلاص هبتدي احط الطماطم، حطيت الخل الاول، بعدين نزلت الطماطم، والطماطم لازم تكون تقيله كده، ما تعملهاش خفيفه. وهسيبها برضو مع النار ايه تاخد وتدي مع نفسها زي ما انت شايفه كده. ريحه الاكل كانت تحفه الصراحه، والشكل كان رهيب، والطعم كان احلى واحلى. يعني والله كان نفسي تبقي معايا عشان كلكم تاكلوا معايا كشري. حطيت الملح. انا هحط ملح وفلفل بس في الفلفل، مش هحط اي توابل تانية. احيانا لما بلاقي الطماطم لونها كده فاتح ومش يعني مش مريحيني لونها كده، بحط بابريكا. البابريكا بتديني اللون الغني بتاع الطماطم، بتدي لون حلو. بصوا بقى حبه الشطه انا حطاهم حبه صغيرين قد ايه، عشان خاطر برضو ايه ما يبقاش حامي قوي. انا عندي بنتي الكبيره ما بتاكلش الحامي. كده احنا خلصنا من الفلفل وخلصنا من الدقه. دي الحاجات اللي هي ايه الحبشتكنات اللي حوالين الكشري. بصوا بقى البصل كده مفرط من بعضه ازاي، مش لازق في بعضه. جبت طبعا انا ايه الطاسه الغويطه بتاعتي دي، عشان ايه يبقى فيها زيت كافي ويتحمر كويس. ده انا هعمله على مرتين، ادي مره وهعمل مره كمان. بس كده. والله عايزه اقول لكم طالعه مقرمش جدا. لحد ما جينا بالليل وحد حب ياكل بالليل وقت متاخر، لا حطوا برضو اكلوا والبصل زي ما هو مقرمش. بصوا اللون الذهبي القمر ده، يبقى لونه كده، ما تغمقيهوش ولا تفتحيه. هتفتحيه هيطلع طري، هتغمقيه هيبقى مر وهيبوظ لك الاكله نفسها. هنا بقى غرفت الرز، شايفين انتوا الشعريه اكتر من العادي، مزوده شعريه قوي. انا قلت ما بحبش احط رز كتير. ماشي. وبعدين هبتدي احط المكرونه على الوش كده زي ما انتوا شايفين. هي في بقى مكرونه اللي هي الاقلام، اللي هي البنه دي، او الفرن على حسب ما انتوا ما بتقولوا، وسباجيتي وعقل. طبعا بحاول اجيب كمان ايه سباجيتي ومعاها العقل والاقلام، عشان خاطر بس ايه ما يبقاش كله اسباجيتي بس، لان الماسك ده بياخد الاسباجيتي من على الوش. لا انا قلبت كده بقيت اخد من تحت، هتلاقي هنا في من ده وفي من ده اهو زي ما انتوا شايفين كده. دي الصلصه، انا عامله الصلصه اهي، طماطم بالفلفل. والتانية دي عارفه ان هي لبانه، والله انا عارفه، بس انا حاطه فيها الدقه. ماشي. بحط فيها الدقه تتقلبي كده، بتبقى مسهله لي الصراحه. بتقلبي وتقعدي تفضي كده ايه من على وش الكشري، ما بتاخديش بالمعلقه من حاجه واسعه كده، افضل تقلبي وتفضي. كان عندي ازايز الدقه دي بس ما اعرفش الصراحه اختفت راحت فين. ودي البصل، بس شكل البصل عليه
هو كان ناقص الحمص، بس الحمص مش مشكله، يمكن قلت في اول الفيديو مش مشكله قوي يعني. بس منظره تحفه ازاي. بس بالله عليكم لو عجبكم الفيديو وانت قاعده بتتفرجي كده على الفيديو بتاعي، ما تنسيش تحطي البصمه بتاعتك، اللايك بتاعك وكومنت تحفيزي. يعني مش هتخسري حاجه ابدا ابدا لو حطيتي لي لايك وتفرحيني وكومنت حلو. ولو ما اشتركتيش في القناه تشتركي، يعني انا اتمنى علشان خاطر برضو ايه القناه تعلى وتكبر. هنا اهي بوريكم ازاي انا بقلب وبفضي. انا هسيبكم مع الفيديو ماشي، وانا بوريكم بس انا ما فضيتش يعني. وهسيبكم مع الفيديو واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد في قناه يوميات اسماء عدلي. باي باي.